السلام عليكم. دابا شويه جاني واحد الميساج من عند واحد السيد. ما كنتش عاول ندير كاع هاد لا فيديو هذا، ولكن هذا الموضوع حساس بزاف. هذا الموضوع حساس بزاف، وهذا الشيء اللي غتسمع يعني غيكون واقع ليك، غيكون واقع ليك. خليك معايا، ما تمشيش، خليك معايا. المهم بعجاله، بالنسبه للموضوع اللي غنهضروا عليه، غنهضروا على دوك الناس اللي كيكونوا خدامين وما تكونش عندهم تجربه وتيكون عندهم واحد الضعف، وباش تيبغي يكملوا داك الضعف تيقلبوها تبرقيق وكيقلبوها تبلحيس. وصراحه ما فهمتش انا هاد النماذج هادو ولا كيفاش تيفكروا، وما فهمتش كيفاش تيحسوا، كيفاش تيشوف راسو هو مثلا في الخدمه، ولا كيفاش تيشوف راسو، ولا كيفاش اخويا اش من تركيبه بشريه عند هذا السيد هذا. اش من تركيبه، فاش من مجتمع اخويا تربى. انا دم سناني كما تنقولوا في الخدمه هما هاد الناس البرقاقه، هما هاد الناس هادو اللي تيخدموا بلسانهم ماشي تيخدموا بدراعهم. المهم اخويا غنتناقش معاك دابا وغنعطيك 3 ديال النقط باش انك تبعد منهم وباش انك ما تلقاش مشكل معاهم. بالنسبه للنقطه الاولى، حاول ما تحركش الاوراق ديالك، حاول تكون كما تنقولوا تكون معقول، ما تكثرش الهضره مع بنادم. يعني فاش تكون في الخدمه ما تبقاش تحرك ورقك كما تنقولوا. السلام السلام، هضر مع بنادم في اطار الخدمه، ما تصرش عليك بنادم. انا نقول لك ما تصرش عليك بنادم، راه تصر عليك بنادم في الخدمه راه غتلقى المشاكل وغتبقى ديما متناقش مع بنادم. هذه النقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه، تقن الخدمه ديالك تقنها، ولو شي حاجه بسيطه تقنها. تقن الخدمه ديالك. انت اول واحد يعني ما غاتعجبوش الخدمه اللي درتي، دونك انت خدمتك الا كنتي راضي عليها راه غيرضى عليها كل شيء. دير راسك انت يعني مراقب على راسك، وراقب خدمتك، وراقب مسائلك، والله سبحانه وتعالى راه راقب على الجميع كاع. يعني بغض النظر على هذا الشيء، حيت تنهضروا يعني في اطار انك ما تلقاش مشكل مع البرقاقه ومع اللحاسه. والنقطه الثالثه، اللي سميتو، شوف خدم بالعز ديالك. انا نقولها لك، خدم بالعز ديالك واجي في الوقت. شوف التزم وكن مسؤول، وما غيأثروش عليك هاد البرقاقه وما غيأثروش عليك هذا سميتو. علاش انا نقول لكم شي هضره ماشي هي هذيك. المهم اخوتي، كما قلت لكم 3 النقاط. النقطه الاولى هو انك ما تضصرش عليك بنادم. النقطة الثالثة هو انك يعني كما كنقولوا تكون مسؤول، وتلتزم بالخدمة ديالك وتلتزم بالمسائل ديالك. وبالنسبة النقطة الرابعة هو انه بنادم كما كنقولوا يخدم بعزو، وندخل لواحد الدومين كما قلت لكم راه ديجا هضرت لكم فيه على هذا الموضوع هذا. نخدم في واحد الدومين اللي عارف له، ما نبقاش نقز وما نبقاش نتلاوح باش ما نوقعليش واحد الصراع داخلي ونبقى نتصغر من راسي. يعني نمشي لشي حاجه اللي ضابطها عارفها باش ديما يكون راسي مرفوع. والسلام عليكم.